هو المفتاح اللي الدول اخترعته بعد الحرب العالمية الثانية واكتشفته. هي مش اخترعته، هي عبارة عن انك بتعمل البحوث عشان التطوير، مش البحوث لأجل البحوث ولا البحوث العلمية فقط. البحوث العلمية بتدور على ثوابت الأشياء اللي موجودة في حياتنا، إنما البحوث التطوير بتدور على حل المشاكل المجتمعية بحيث انك بتخدم البني آدمين، فبتركز كل الفكر البحثي في في المكان اللي هو يجيب اعلى ناتج، وبالتالي بتركز في الحته اللي فيها اللي بنسميه الابداع، الانوفيشن، الحته دي. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وزير التموين الأسبق. دكتور جودة، يعني في وجودك في هذا المحفل الثقافي والشعري، يعني أعتقد أنه أنت انشحنت فكريا وحواريا واستراتيجيا. أنا عايز أسأل حضرتك، إيه دور وتأثير مثل هذه الملتقيات الفكرية والشعرية في بناء حوار مجتمعي يحاول أن هو يقلل من حدة العنف التي تسود في المجتمع المصري؟ اولا يعني عايز اشكرك على هذه الكلمات. الشعر يخاطب الوجدان، والوجدان هو اساس الحركه الواعيه في السياق الوطني والاجتماعي، وبالتالي كلما زدنا من مثل هذه اللقاءات تزداد رحابه الوجدان، ويصبح التفكير اكثر اتزانا، ويعلي من المصلحة العليا والعامة ومصلحة الوطن على المصالح الفردية والخاصة. دكتور جودة، أنت أستاذ الاقتصاد، والاقتصاد ربما قد يكون بعيدا عن الخيال والشعر. ترى هل تقلص ولا أقول انتهى زمن الشعر؟ لا، نحن الآن أحوج ما نكون إلى الشعر حقيقة، لأنه الحسابات حاليا على كل صعيد تقريبا أصبحت حسابات مادية ضيقة، ولا أقول رخيصة، ونحن بحاجة إلى نوع آخر من الحسابات. هنا يأتي دور الشعر. الشعر مستنهض للهمم، وما أحوجنا إلى استنهاض الهمة في الظرف الذي تعيشه الوطن وتعيشه المنطقة ويعيشه العالم أيضا. الشعر يفجر طاقات الخيال والإبداع، وما أحوجنا إلى الخيال والإبداع. نتحدث كثيرا عن الحلول خارج الصندوق. ما معنى خارج الصندوق؟ يعني خارج المألوف. أيوة، غير خارج المألوف. كيف نأتي بحلول خارج المألوف؟ من خلال الإبداع، وهنا يأتي دور الشعر. دكتور أحمد تيمور، يعني أنت أستاذ الكبد الكبير والعلاج بالأذون والشاعر الكبير أيضا. ترى يعني ما هي رؤيتك عن الأذون بداية؟ هو الأذون عايزين نعرفه ونقول أنه جزيء الأكسجين ثلاثي الذرة. الأكسجين الذي نستنشقه مكون من ذرتين. في الواقع الأكسجين دون في أثناء التمثيل الضوئي للنباتات أو للمملكة النباتية التي هي تشكل معظم اليابسة وأيضا قيعان البحر، فهي في التمثيل الضوئي تستهلك ثاني أكسيد الكربون وتصدر الأكسجين. الأكسجين أخف من الجو، فيبتدي يتصاعد في الجو إلى ما يقترب من 20 إلى 30 كيلو متر فوق سطح البحر. هذه المنطقة بنسميها الأوزونوسفير أو طبقة الأوزون، حيث يتعرض جزيء الأكسجين فيها إلى سيالات من الأشعة فوق البنفسجية، فتحول الجزيء أو تفتت أو تفك جزيء الأكسجين إلى ذرات حرة من الأكسجين، ثم تعيد لضمها مرة أخرى، تعيد التركيب بحيث أنها تضيف إلى الذرتين ذرة ثالثة بس بكمية وفيرة من الطاقة. وهكذا يتكون جزيء الأوزون اللي هو عبارة زي ما بنقول أكسجين نشط أو أكسجين منشط، أو أنا بسميه الأكسجين المنشط لأنه تم تنشيطه بإضافة كمية هائلة من الطاقة. فإذا ما تناولناها بعد ذلك وقدمناه للجسم البشري فإنه يقدم هذه الطاقة مجانا للجسم البشري فينشط الجسم البشري. دكتور أحمد، بقى نحلق في آفاق الشعر كما يحلق الأوزون في طبقات السماء. ما هي أهم الأشعار التي سوف تلقيها اليوم؟
شوف أنا في قصيدة لسه كانت منشورة واخدة صفحة كاملة في منذ حوالي أسبوع أو يزيد، وهي خطاب وهي كوب شاي مع الرئيس. فهذه قصيدة الرئيسة والافتتاحية التي أبدأ بها. وفي هذه القصيدة أنا لست شاعرا مادحا على الإطلاق، ولكن أنا شاعر يرى في الرئيس الذي تحلقنا من حوله ووقفنا وراءه واصطففنا من أجل الوطن، فهو رمز الخلاص لهذا الوطن. وبالتالي عندما تكون هذه القصيدة حوارية مع الرئيس، فأنا أحاور روح مصر ورمزها، وبالتالي في وقت تحتاج مصر الاصطفاف من حول شخصه حتى نستطيع أن نعبر عنق الزجاجة التي ما زلنا نراوح فيها وصولا إلى بر الأمان. الحمد لله وصلنا إليه، ثم بعد ذلك بر الرخاء إن شاء الله الذي سوف، وطبعا اكتشاف شروق أو الحقل العظيم من الغاز ده هدية من ربنا على يعني اختيارنا الموفق لزعيمنا المفدى الذي يضع كفه روحه على كفه من أجل مصر، فلا بد أن نكون من حوله حامين له ودافعين له إن شاء الله. سأترجم كل الذي يتداول من الجدل الصعب بين الجبال وبين المعاول، فإن قام بيني وبين الذي أتغياه حائل فسوف أجيء لكم بالجبال وآتيكم بالمعاول، وسوف أورطكم في الجدال المراوح بينهما، حيث لا يتبقى على الأرض قاطبة حجر بشر معول لا يجادل، وسوف يصير الجدال قصورا وأفنية تتواصل سورا فسورا، ودورا مقدسة للعبادة تومد مسكا ونورا، وأبنية للمصانع أو للمدارس أو للمسارح أو للمعامل، ومستشفيات وأندية ومنازل. لكم سوف أجدو بكل الذي يترامى للسمع وللعين يبدو، فكل الذي خلق الله في الكون للشدو قابل، وكل الذي ليس يحتمل الشدو في الكون باطل.